مساء الخير واهلا بيكم في الحلقه الثالثه والاخيره قبل انطلاق بطوله كاس العالم 2022 في قطر في حتحوت في كاس العالم. وحشتوني جدا اولا، ودلوقتي خلاص احنا ساعات قليله قوي بتفصلنا عن انطلاق البطوله، فتعالوا مع بعض نلعب لعبه التوقعات. انا هتوقع توقعاتي مين هيتاهل كاول وتاني من كل مجموعه، عشان مين يلاعب مين في دور ال16 لحد ما نوصل للفاينل ونشوف مين اللي هياخد البطوله. توقعي من البدايه كده عشان اقصر عليكم يعني هو البرازيل اللي هياخد البطوله في الاخر، لكن ايه مشوارهم لحد ما يكسبوها؟ هيكسبوها على حساب مين في الفاينل؟ هيعدوا مين في السيمي فاينل؟ ومين اللي هيكون بيواجههم في الادوار اللي قبلها؟ تعالوا مع بعض نمشي اللعبه واحده واحده. كمان هتوقع معاكم وعايز توقعاتكم مين الفرق العربيه اللي ممكن تعدي من دور المجموعات، مين الفرق الافريقيه اللي ممكن تعدي وتعدي لحد فين، لحد ما مشوارها يخلص، لان زي ما قلت لكم كده كده البرازيل هتاخدها يعني خلاص. لكن هكتب هقول توقعاتي واستنى توقعاتكم في الكومنتس، ونشوف بقى مع بعض كده خلال البطولة نعمل افيهات على بعض ونشوف مين اللي يطلع على المسرح ومين اللي توقعاته كانت بايظه في شنك. والحقيقه يعني ان انا متعود من مونديال 98 ان كل توقعاتي بتبقى غلط، لكن عندي امل ان توقعاتي في 2022 تبقى صح. يلا بينا نبدا بتوقعات المجموعه الاولى. المجموعه الاولى اللي تضم الاكوادور وصاحب الارض قطر ومعاهم هولندا والسنغال. اتوقع ان يكون المتصدر في المجموعه دي هو منتخب هولندا، وهيكون في مناوشات ما بين المنتخب السنغالي والاخرين، لكن هيتأهل منتخب السنغال ضمن المجموعة دي عشان يبقى معانا اول هولندا وتاني سنغال. اما المجموعة التانية فاتوقع ان منتخب انجلترا، رغم انه مش هيكون يعني المنتخب اللي مكسر الدنيا في دور المجموعات، لكن هيعرف يتصدر في الاخر، وهيبقى في منافسة شرسة ما بين ايران وامريكا وويلز ان مين اللي يتأهل برفقة منتخب انجلترا. واتوقع ان رفاق كريستيان بوليسيتش هيتأهلوا في المركز الثاني مع انجلترا. المجموعة الثالثة اللي بتضم منتخب عربي جديد هو منتخب السعودية اللي بيشارك للمرة السادسة في تاريخه، لكن لم يتأهل في أي مرة إلى الدور التالي، برفقة طبعا منتخب الأرجنتين أحد مرشحين بفضل الدفعة المعنوية العالية وبفضل الدفعة الفنية اللي واخدينها إلى جانب الدفعة العاطفية اللي واخدينها لدعم ليونيل ميسي، باعتبار ان ده المونديال الاخير وان اخيرا خد كوبا امريكا لاول مره. ومعاهم طبعا منتخب المكسيك ومنتخب بولندا. اتوقع ان منتخب الارجنتين هيتصدر المجموعه دي، والحقيقه انا كنت محتار الارجنتين ولا بولندا اللي هيتصدروا، لكن ادي التوقع الاول للارجنتين وبعديه منتخب بولندا اللي هيواجه صعوبه الى حد ما من منتخب المكسيك اللي بيشارك تقريبا كل نسخه، هو ثالث اكتر المنتخبات مشاركه في بطوله كاس العالم. اما المجموعه الرابعه فحامل اللقب منتخب فرنسا هيعدي من المجموعه دي كمتصدر بدون صعوبات، وان كان هيواجه صعوبه اعتقد من منتخب الدنمارك اللي كسبوا، بالمناسبه الدنمارك كسبوا فرنسا قريب قوي في بطوله دوري الامم الاوروبيه، لكن اعتقد ان الدنمارك هم اللي هيعدوا. وان كنت اتمنى ان منتخب تونس يعرف يعدي، لكن توقعي ان الدنمارك هم اللي هيعدوا على حساب استراليا وتونس. المجموعه الخامسه اتوقع ان منتخب المانيا واسبانيا هم اللي يتاهلوا، معاهم طبعا كوستاريكا واليابان. اليابان هتضايقهم شويه، لكن هيبقى المنافسه على الصداره ما بين اسبانيا والمانيا، واتوقع ان ياخد الصداره منتخب المانيا ومنتخب اسبانيا يروح للمركز الثاني كمتاهل. المجموعه اللي بعد كده اللي فيها منتخبنا العربي المغربي، ومعاهم طبعا منتخب بلجيكا اللي حقق اعلى مشاركه في تاريخه في المونديال في النسخه اللي فاتت لما خدوا مركز ثالث، وكانوا قريبين ان هم ممكن يعدوا بعد ما عدوا من اليابان بكامباك تاريخي، وعدوا من منتخب البرازيل في احد اقوى مفاجآت النسخه اللي فاتت. اتوقع ان بلجيكا هم اللي يتاهلوا كمتصدرين، والمنافسه الشرسه ما بين المغرب وكرواتيا انا اتمناها مغرب، لكن اعتقد ان كرواتيا هي اللي هتعدي في المركز الثاني رغم الاعمار العاليه في هذه القائمه. المجموعه اللي بعد كده من مجموعه البرازيل، اتوقع ان البرازيل هيعدوا والكاميرون هيعملوا مفاجاه ويتاهلوا في المركز الثاني بعد منافسه هتكون شرسه مع منتخب صربيا ومنتخب سويسرا اصحاب الخبرات الاعلى، لكن انا حاسس ان الكاميرون واخدينها جد، وحاسس ان تقل القايمه مع الاداء اللي عملوه كويس في الامم الافريقيه الاخيره هناك في الكاميرون، احنا اللي خرجناهم. اعتقد ان هم ممكن ان هم يعدوا الى الدور المقبل من دور المجموعات. المجموعه الاخيره اللي فيها الافريقي غانا، اعتقد ان منتخب البرتغال هيعديها كمتصدر، والحقيقه كل الانظار متجهه للمجموعه دي
باعتبار ان كريستيانو رونالدو هيعمل ايه بعد اللي عمله من تصريحاته بعد الموسم غير الايجابي هذا الموسم مع منتخب او مع فريق مانشستر يونايتد. لكن اعتقد ان اوروجواي بقيمته ما بين الخبرات والشباب المتألقين يعرفوا ان هم يعدوا مع البرتغال، لكن في المركز الثاني. ندخل بقى في الجد والادوار الاقصائيه ونشوف توقعاتي. بعد ما البرازيل تصدرت مجموعتها واوروجواي جت في المركز الثاني في مجموعه مختلفه، هيلعبوا بعض في مواجهه لاتينيه، واعتقد ان المواجهات اللاتينيه دي بيعرف منتخب البرازيل انه يعديها بمنتهى السهوله زي ما شفنا في تصفيات كاس العالم نفسها. فمعلش يا فالفيردي، نيمار هيعرف ياخدها منك ويعدي الى دور الثمانيه. في مواجهه اخرى هتكون المتصدره المانيا بتلعب مع الوصيف في مجموعتها منتخب كرواتيا، فاعتقد ان منتخب المانيا هيعرف يعدي للدور اللي بعده. في الوقت اللي هنلاقي هولندا بيلعبوا مع امريكا، وبالتالي اعتقد ان منتخب هولندا هيعرف انه يعدي الى الدور اللي بعده. لكن مواجهه زي الارجنتين والدنمارك مش هتكون صعبه على ميسي ورفاقه ان هم يعدوا الى الدور ربع النهائي. نروح بقى للناحيه الثانيه في التصفيات اللي بتودينا للدور اللي بعد كده. هنلاقي في مواجهه بتجمع ما بين انجلترا المتصدر والسنغال الوصيف، فاعتقد ان منتخب السنغال هيعرف يعمل المفاجاه ويعدي الى الدور ربع النهائي، وهتبقى تاني مره في تاريخه. لكن منتخب انجلترا هيواجه صدمه ساعتها، لان الناس شايفه انه بعد المسيره المتميزه اللي حققوها في المونديال اللي فات ليه ما ياخدوش البطوله. هاري كين قالها، مشكلتنا كانت في السنوات ال15 اللي فاتوا ان احنا كنا بنقول طول الوقت ان احنا مش قدها وكاس عالم ايه اللي ناخدها، لكن دلوقتي احنا قدها. وانا اعتقد ان هم قدها، بس السنغال قدها اكتر منهم ان هم يعدوا من دور ال16 لدور الثمانيه. فرنسا هتلعب مع بولندا، واعتقد ان رفاق مبابي هيعرفوا ان هم يعدوا على حساب ليفاندوفسكي. ومنتخب بلجيكا اللي هيكون بيلعب مع منتخب اسبانيا هم اللي هيعدوا برضو. عدى المرحله بتاعت ان بلجيكا تاخد كاس عالم دي، وفرنسا هم اللي او اسبانيا هم اللي معاهم الدفعه بتاعت لويس انريكي والاداء الجيد اكتر من منتخب بلجيكا حاليا. في الوقت اللي منتخب الكاميرون هيلعب مع البرتغال، وكنت اتمنى ان زي ما توقع سامويل ايتو ان هم ياخدوا البطوله. اعتقد صعبه شويه، والبرتغال هيعدوا الى الدور ربع النهائي. نروح بقى لدور الثمانيه عشان نلاقي مواجهات صعبه جدا جدا جدا، والتوقع فيها مش سهل باللي انا عملته في نفسي من دور المجموعات ودور ال16. فالاقي ان منتخب البرازيل هيلعب مع المانيا. صدمه كبيره قوي على كل مشجع بيشجع البرازيل، لان هي هتكون دي نظره انتقام. لعبوا مع بعض بعد كده مباراه وديه اعتقد بعد كاس العالم ده، بعد ال7-1 اللي خسرها البرازيل، لكنها ما خدتش نفس الحفاوه اكيد. لكن دلوقتي لما يلعبوا في كاس عالم في دور اقصائي، الناس كلها هتبص على المانيا هتعملي ايه تاني في البرازيل. لكن انا اتوقع ان البرازيل هيعملوها ويعرفوا يكسبوا المانيا ويعدوا الى السيمي فاينل. الارجنتين هتلعب مع هولندا، ماتش من الماتشات التاريخيه بتاع دينيس بيركام لما خد الكرة وعملها وراح شايطها بسن رجله في شباك منتخب الارجنتين وقتها. اعتقد ان منتخب هولندا هو اللي هيعدي على حساب الارجنتين، وهتنتهي مسيره ميسي بتوديع من الدور ربع النهائي في البطوله. الناحيه الثانيه بقى هيكون عندنا مواجهه شفناها النسخه اللي فاتت من المونديال ما بين اسبانيا والبرتغال لما خلصت 3-3، لما سجل هاتريك كريستيانو رونالدو ساعتها وانتهت بالتعادل. اعتقد ان في الدور الاقصائي ده اسبانيا هي اللي هتعدي على حساب منتخب البرتغال، رغم ان المواجهه مش سهله والقائمتين قويتين. لكن بالنظر لان اخر مواجهه بينهم كان الفارو موراتا سجل جول الفوز في دوري الامم الاوروبيه واحبط فريق كريستيانو رونالدو، اعتقد ان اسبانيا هتعرف تعدي للسيمي فاينل. السنغال مع فرنسا بذكريات مونديال 2002 لما السنغال احبطوا فرنسا، اعتقد المره دي فرنسا قائمه اقوى وعندها قدره وخبرات اكتر ان هي تعدي الى الدور نصف النهائي. فهيودعنا اخر فريق افريقي كان موجود في البطوله دي بتوقعاتي يعني، وهيروح منتخب فرنسا. وصلنا للسيمي فاينل، عندنا مواجهتين ناريتين ممتعتين كلاسيكيتين. الاولى البرازيل مع هولندا، واعتقد فيها ان منتخب البرازيل وتيتي هيعرفوا يعدوا الى الدور المقبل علشان يروحوا للنهائي ويستنوا النهائي الناحيه الثانيه مين هيكون رايح له. وهتكون مواجهه ما بين فرنسا واسبانيا، وهنا اعتقد ان فرنسا للنسخه الثانيه على التوالي هتعدي الى الدور النهائي علشان تبحث عن الحفاظ على اللقب. المواجهه الاخيره النهائي
البرازيل وفرنسا بتكرار نهائي سنة 1998 لما زين الدين زيدان تألق ولما فاز في فرنسا لأول مرة منتخب فرنسا بالبطولة. أعتقد المرة دي هيكون رد الاعتبار والبرازيل هيكسبوا فرنسا في الأراضي العربية القطرية وياخدوا البطولة عشان يتوجوا بنسخة جديدة لأول مرة من نسخة 2002، ويكون المنتخب البرازيلي عرف يستفيق تدريجيا لحد ما ياخد لقب قطر 2022. دي توقعاتي، انتوا توقعاتكم ايه؟ انا متوقع ان يقلش مني 2-3 وبالتالي كل البطولة هتقلش مني في الاخر، لان لو حاجة قلشت فوق طبيعي ان هي تقلش منك في النص لحد ما تنهار. لكن اعتقد الايمان الحقيقي ان في الاخر حتى لو اتغيرت الرحلة هيبقى بطل البطولة دي هو منتخب البرازيل. قولوا لي توقعاتكم من دور المجموعات 16 8 سيمي فاينل، ومين بطلك لبطولة قطر 2022، وهستنى تعليقاتكم. وفي ختام كلامنا هستنى كالعادة تعليقاتكم، رسائلكم، انتقاداتكم، اختلافاتكم، نقاشاتنا مع بعض اللي مستمرة دايما. وما تنسوش كالعادة تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب والكلام بتاع اليوتيوب بالذات. يلا بينا.